بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد. بس قبل اي حاجة لو سمحت حط لايك وشير واشترك معايا في القناة وتعليق جميل علشان يوصلك كل جديد وقناتي تنتشر، واكون سعيدة جدا، وده فضلا وليس امرا. نبدأ مع بعض دلوقتي بإذن الله. الفيديو النهاردة عن زنا المحارم. زنا المحارم بين أب وبنته. القصة بدأت بمحافظة من المحافظات، وأنا مش هقول اسمها. أب خمسيني عنده 3 بنات وعايش هو وبناته وزوجته. جه عريس يتجوز بنته الكبيرة كان وقتها عندها 16 سنة. وافق الأب. وفي الأماكن دي الزوجة بتقعد في بيت أهل جوزها، وفعلا البنت اتجوزت وهي صغيرة كده 16 سنة، اللي هي البنت الكبيرة. المهم جوزها قعد معاها فترة، وبعد كده جاله عقد عمل في بلد في دولة عربية، فقال لها انا هسافر وكده. قعدت تتخانق معاه وقالت له لا، انت مش متجوزني علشان اشتغل خدامة لاهلك وابوك وامك. انا يا تقعد معايا تاخدني معاك، لكن مش هتسافر وتسيبني لوحدي. قال لها ما ينفعش وكده، وبعد ما شدت المهم سابها وسافر. بعديها هي قعدت شوية ما تحملتش اهله، وان هي حاسة ان هي مش متجوزة وكده، ولسه طبعا صغيرة ومش فاهمة اي حاجة. المهم هو اتصل بيها في التليفون، قالت له انا هسيب بيت اهلك وهرجع لاهلي وانا مش عايزة اقعد معاهم. المهم قال لها اعملي اللي انت عايزاه، وقفلت السكة على كده، ولمت كل هدومها ومتعلقاتها وخدت بعضها وراحت على بيت اهلها. انضمت لاخواتها البنات التانيين وابوها وامها. ابوها دايما كان بيتخانق مع امها بسبب ان الام كبيرة وزهقت من العلاقات الجنسية مع الاب. كل شوية يطلب منها ان هي تنام معاه وكده، وهي مش بتقدر على ان هي تلبي له كل احتياجاته دي، فما كانتش بتقدر. وراحت ايه في الاخر نامت مع بناتها في الأوضة بتاعتهم. الأب بدأ يشتكي لبنته الكبيرة ويقول لها شفتي أمك؟ طب أنا أعمل إيه؟ طب أنا هتجوز عليها وأجيب لكم واحدة كمان في البيت هنا. فقالت له بابا تتجوز عليها ليه؟ أنا موجودة، أنا هسد مكان أمي. قال لها يعني أنا وأنت هنبقى أزواج؟ قالت له آه، أنا موافقة. المهم البنت نقلت نفسها جنب أبوها، بقت بتنام جنبه، وبقوا معاشرين بعض معاشرة الأزواج عادي جدا، لغاية ما الأم لاحظت. وبدأت بعد سنتين من المواضيع دي والوساخة والقذارة اللي بتحصل دي، بدأت الأم تصور عليهم وتقول لهم إيه، أنا هفضحكم وهقول للناس كلها اللي انتوا بتعملوه والكلام ده كله. قالوا لها قولي اللي انت عايزاه، محدش هيصدقك وكده. من كتر ما الأم قرفت منهم وكل شوية يقفلوا عليهم ويعملوا العلاقة، فكرت ان هي احسن حاجة تاخد بناتها الاتنين الصغيرين وتطفش قبل ما ابوهم عينه تزوغ عليهم هما كمان. وفعلا الام خدت بناتها ومشيت، وسابت البنت الكبيرة مع ابوها لان كل حاجة بتحصل بمزاجها. استمر الاب والبنت لوحديهم في البيت. قعدوا 4 سنين. 4 سنين جواز اب من بنته، 4 سنين وعلاقة محرمة ولعنة ما بعدها لعنة. المهم فضلوا على الحال ده، والبنت بتديله كل الحقوق الزوجية، وهو مبسوط جدا جدا معاها، وبيروح شغله وبيرجع والكلام ده كله. في يوم قالت له أنا حامل. فقال لها إيه حامل وكده، اتخض يعني. قال لها بصي عموما الحل ده ملوش حاجة غير إن احنا إيه نستنى لما تولدي. اختفي خالص عن الانظار وما تخرجيش بره لغايه ما تولدي. فعلا ما بقتش تخرج وكده لغايه ما ولدت. جابوا واحده موثوق فيها ولدتها. المهم بعد ما ولدت كم عملوا بقى جريمه. جابت ولد، عملوا جريمه جميله قوي، الجريمه الضاحكه الباكيه، عدمات الدم والضمير اللي متجردين من كل الانسانيه.
جابوا الطفل الصغير اللي لسه مولود وخنقوه بإشارب، والأب حطه في كيس زبالة وأخده وراح رماه في المصرف. ربك يمهل ولا يهمل. كان في 4 أطفال صغيرين قاعدين بيلعبوا جنب المصرف، شافوا الراجل ده وهو بيرمي كيس اسود او شنطة سودا يعني، فقالوا تعالوا نشوف. عارفين طبعا الاطفال الصغيرة، قالوا تعالوا نشوف ايه الراجل ده رمى ايه. فتحوا الكيس لقوا طفل ميت لسه مولود ومخنوق وبشرب حوالين رقبته. الاطفال قعدوا يصرخوا، لموا الناس في الشارع. في واحد ركب فيسبا جري ناحية الراجل اللي شاوروا عليه الأطفال، عرف ده مين، ما جاش جنبه ولا هو ولا الناس، سكت ورجع وقال أنا عارفه. وراحوا الناس دي بالأطفال لاسم الشرطة وبلغوا عن الراجل واتقبض عليه واتجاب، وقالوا له الطفل ده مين ومن ايه والكلام ده كله. قال لهم ده مني انا وبنتي. قالوا لي يعني انت بتعاشر بنتك معاشرة الازواج؟ قال لهم بقى لي 4 سنين بعاشرها معاشرة الازواج. جابوا البنت وسألوها، قالوا لها انت بتعاشر ابوكي معاشرة الازواج والطفل ده منك؟ قالت لهم وبرضايا، وامي كانت تعرف وخدت اخواتي وتفشت. وصلوا للام وسألوها، قالت لهم ايوه صح، وانا هددتهم بس هم قالوا لي ما حدش هيصدقك. فانا كان كل همي ان انا اطفش بالبنتين واحميهم من الاب السافل ده، وفي نفس الوقت البنت كانت موافقه. خلاص انا سبتها مع ابوها، ماليش دعوه بقى. معرفش ايه اللي حصل بعد كده، انا سايباه من اكتر من 2 سنين. المهم عملوا تحليل الدي ان ايه للبنت. قبل ما يسالوا البنت والكلام ده، قالوا لها الشرطه والمحامي اللي بتاع ده وكيل النيابه قال لها لو اعترفتي بالحقيقه اوكي، ما اعترفتيش احنا هنحولك للطب الشرعي عشان نعرف انت والده ولا لا، والعيل ده بتاعك ولا لا. قالت لهم ما فيش داعي، هو ابني فعلا. المهم حولوا الاب والبنت للطب الشرعي برضو، وشافوا عملوا تحليل للطفل. والحاجة بقى اللي تضحك ان الطفل ده ما طلعش ابن ابوها، طلع ابن واحد تاني. بيسألها وكيل النيابة ازاي هو مش ابن ابوكي؟ قالت له ايوه صح، انا زي ما كنت بعاشر ابويا كنت بعاشر رجالة تانيين بعرفهم عن طريق النت، وبيطلبوني بروح لهم، ونمت مع ناس كتير وانا مش عارفة الولد ده ابن مين فيهم. فطبعا القضية اخدت مجراها، واتحكم اخيرا على الاب وبنته بالسجن. الاول قبل ما اخلص، الاب بقى مفترقات الطرق. قبل ما اقولك ايه اللي حصل، يلا عشان خاطري لو سمحتوا حطوا لايك وشير واشتركوا في القناة واعملوا لي كومنت جميل، ارجوكوا اتوسل اليكم علشان قناتي تكبر. الاب قاعد يشتمها ويقول لها شرفي يا سافلة يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت، شرفك ايه يا ديوس، هو انت عندك شرف؟ المهم اتحكم عليهم كل واحد هيتصله اشغال شقة مؤبدة 25 سنة. هي هتخرج تبقى قوادة كده محترمة حاجة و40 سنة، وهو هيخرج حاجة و70 سنة. إلهي ربنا ياخدهم وهم جوه السجن. ودي كانت قضية زنا محارم موجودة في المحكمة، واتقفلت القضية على كده. ويعني اللي ما عندوش دين بيعمل اللي هو عايزه. ولسه هنتكلم مرة تانية إن شاء الله عن المساكنة اللي بيعلنوا عنها وبيروجوها في مصر وفي الدول العربية، وبيقولوا دي عادي جدا ومفيهاش أي حاجة. هنتكلم عنها باستفاضة، وهقول لكم برضو عن قصص خاصة بالمساكنة. وللأسف ناس مشاهير وإحنا بنحبهم وعملوا المساكنة دي. إذا كنت وصلت لغاية هنا يبقى أنا الفيديو بتاعي انتهى،
وجه دوركم. أرجوكوا اشتركوا معايا في القناة ودعموني، وحطوا لي لايك وشير وتعليق جميل، وأكون شاكرة جدا جدا. وأقابلكم على خير بإذنك يا رب في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.